ايه يا بدرية يا بنت طلبة؟ انت نسيتي نفسك؟ انت نسيتي ان الناس اللي انت بتهنيهم دول وبتقول لهم ان انت اسيادهم او من اسيادهم، هم اللي عملوكي، هم اللي خلوكي بني ادمة، هم اللي خلوكي نجمة ومشهورة، هم اللي خلوكي عملت فلوس وجبت عربيات واشتريتي بلل وبتروحي الساحل الشمالي وبتسافري دول العالم. انت نسيتي فضل الناس دي عليكي؟ كل المصريين عندهم كرامة وعزة نفس. انت ما انت السيدة على حد، لا انت ولا غيرك. مفيش حد سيد على المصريين. المصريين هم اللي اسياد، وان كان في حد سيد احنا اللي اسيادك يا بدرية، لان احنا اللي عملناكي واحنا اللي خلينا لك شأن وقيمة. سامعة ولا لا؟ اعتذارك غير مقبول، مش مقبول نهائي مهما عملتي. ودموع التماسيح ملهاش اي لازمة، لان ما انتش هتصعبي علينا زي ما عملناكي ورفعناكي وخليناكي بقيتي نجمة لدرجة ان انت تسلك نفسك ان انت تهنينا وتقول ان انت سيدة او ان انتوا اسيادنا. زي ما هننزلك تاني نقطة الصفر وتحت منها بمراحل. وانا بشكر الاستاذ اشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، هو وكل الاعضاء على قرارهم اللي خدوه ضدك. وبطالب النيابة العامة بمحاكمتك وتحويلك لمستشفى الأمراض العقلية تتعالج الأول، لأن أنت واضح جدا أن أنت إنسانة مجنونة. مجنونة، أنت إنسانة مجنونة مختلة عقليا. كل المصريين عندهم كرامة وعزة نفس، ومحدش يقبل على نفسه ولا هيقبل على نفسه الإهانة اللي أنت هنتها للمصريين، وأنا منهم. أنا بطالب بحقي، لازم تتحاكمي ويتمنع ظهورك من كل الميديا ومن البرامج، وتتمنعي من التمثيل، تقعدي في بيتك تطبخي وتكنسي وتسيقي، لان خلاص ما هيبقاش عندك شغالين. حتى الشغالين اللي عندك في بيتك، اللي شغالين معاك في بيتك، ما يقبلوش على نفسهم الاهانه اللي انت هنتيها للناس دي. انت ما انت السيده على حد، سامعه ولا لا؟ ما انت السيده على اي مخلوق. اقل مصري هو اللي سيد عليك وهو اللي سيدك، لان كلنا احنا اللي عملناكي، من الكبير للصغير، من الولد للبنت، من الست للراجل. احنا اللي خلينا لك شأن، احنا اللي خلينا لك قيمة. سامعة ولا لا؟ واي اعتذار هتعتذريه باي طريقة مش مقبول. وكل الناس اللي بتشاهد الفيديو دي معايا، المصريين احرار وطول عمرهم احرار وعندهم كرامة، وكرامتهم فوق كل حاجة، فوق كل حاجة. سامعة ولا لا؟ ياما غيرك مشاهير، انت مش مشهورة اصلا، انت جمبارس وما زلت جمبارس. ياما مشاهير ومشاهير كبار وناس لها قيمة وهيبة، مفيش حد فيهم جرأ يقول الكلام ده، لانه عارف ومتأكد ان الكلام ده عيب وما يصحش وما ينفعش وما يتقالش. وبرضه عارف ان احنا اللي عملناه واحنا اللي خليناه نجم، واحنا اللي خليناه يسافر جميع دول العالم ويروح الساحل الشمالي يصرف بالملايين ويشتري فيلا وقصور ويبقى له قيمه في وسط الناس. احنا بمشاهداتنا، بقعدتنا قدامكم على اللايفات وعلى شاشات التلفزيون ومشاهدتنا لبرامجكم، احنا اللي عملناكم، احنا اللي عملناكم بعد احترامي لكل النجوم الكبار، الناس المحترمه. انت مش حاجه يا بدريه، ولا عمرك هتبقي حاجه. وزي ما قلت لك، احنا زي ما عملناكي زي ما هنرجعك تاني لنقطه الصفر وتحتها بمراحل. تقعدي بقى في بيتك تطبخي وتكنسي وتغسلي. سامعه ولا لا؟ هي اصلا دي المفروض شغلتك. عامل البلديه اللي في الشارع، اللي بيكنس واللي بيشيل زبالتك، عنده كرامه وعنده عزه نفس.
ما يصحش اللي انت قلتيه، ما يصحش ابدا. ما جرأش مخلوق على وجه الارض يهين المصريين بالشكل ده، ما جرأش ولا يجرؤ. اللي معايا في الكلام اللي انا بقوله ده في تقديم بلاغ للنيابة العامة في بدرية طلبة يعمل تعليق. وشكرا.